السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت دورة كأس الخليج 25 في العراق. أولا كل الشكر والتقدير لأشقائنا في دولة العراق على حفاوة الترحيب والاستقبال وكرم الضيافة. فازت العراق وكلنا نقول مبروك يا عراق الخير وهردك يا عمان. تحية للمنتخب الوطني العماني، ما قصرتوا، أديتوا وكفيتوا ووفيتوا، ما شاء الله عليكم. قد حصل ما حصل في هذه الدورة. هناك أخطاء معروفة وواضحة. الأولى كانت من رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم وعدم شفافيته وعدم محايدته، والمفروض أنه يوجه رسالة اعتذار إن كانت فيه نوع من الشهامة. ثانيا اتحاد كرة القدم في دولة العراق الشقيقة أيضا مطالبين باعتذار للجمهور العماني الذين فقدوا مقاعدهم، ناهيكم عن اتحاد كرة القدم في السلطنة الذي نراه ساكتا حتى الآن ولم يتكلم بكلمة ولم يقدم كلمة اعتذار لهذا الجمهور الذي ترك الوطن وذهب إلى هناك مشجعا للمنتخب. كلمة اعتذار لن تقلل من شأنكم من أجل الأشخاص الذين آذروا المنتخب خطوة بخطوة. يستحقوا أن تظهروا يا إدارة أو يا مجلس إدارة الاتحاد باعتذار، توضحوا ما حصل للمواطنين أو للشعب أو للجمهور. أنا أعتقد إن لم يعتذر الاتحاد الآن لابد من الجمعية العامة بأن تحل هذا أو مجلس الإدارة الموجود بأي طريقة كانت. مجلس إدارة لا يقدر ولا يقيم ما يقدمه الجمهور من مساندة للمنتخب، فإذن ما الفائدة منه؟ على كل حال إخواني، لا تجعلوا مما حصل من سوء في إدارات الاتحادات الثلاثة، إن كان العراقي أو إن كان الخليجي أو إن كان الاتحاد العماني لكرة القدم، لا تجعلوه أمرا يخلق الشقاق بينكم كأبناء الخليج. نحن كأبناء الخليج دائما وأبدا بإذن الله تعالى مع بعض، خليجنا واحد وشعبنا واحد ومصيرنا واحد، نفرح للفرحة ونحزن للحزن ونبقى دائما متكاتفين بإذن الله تعالى. فإذا لا تعطوا المجال للآخرين لأن يدخلوا بينكم ويفرقوا صفوفكم. بارك الله فيكم، وملتقانا بإذن الله تعالى في الدورة القادمة مع كل التوفيق، ونتمنى أن يتم تلافي مثل هذه الأخطاء مستقبلا، وبارك الله فيكم.